نعم الكرة الماضية كان فيها اشتراك. ولاحظ هنا ياسر القحطاني يطلب من الصديق ومن الزميل ومن لاعب فريق نادي العين الهدوء، ومحمد عبد الكريم في الطريق لاتخاذ قرارات. الآن من الممكن أن نشاهد البطاقات الحمراء. رادوي لا زال الحقيقة في وضعية العصبية الكبيرة جدا. هدي يا رادوي. وياسر القحطاني هو الآخر يمسك بزميله رادوي ويطالب بالهدوء التام جدا لكي لا يطرد في مباراة اليوم، لأنها مباراة حبية، بطولة بدأت حلوة ونتمنى أن تنتهي حلوة. سالم عبد الله الآن في الطريق للنزول إلى أرضية الملعب، لكن حكم المباراة في الطريق الآن لكي يتخذ بعض القرارات في أرضية الملعب. الدولي محمد عبد الكريم الآن يستدعي الأطراف التي أحدثت المشكلة. شايف كل شيء ومدون كل شيء، وقاعد الآن يطلب من لاعبي الفريقين الابتعاد، ويقولهم بس راح استدعي الأسماء التي تسببت الحقيقة في الشجار من جانب لاعبي الفريقين. وهنا الآن البطاقة الصفراء والبطاقة رادوي يطرد. ولدينا من جانب الشباب السعودي عبد الملك الخيبري هو الآخر يطرد. حالتي طرد. يعني رادوي الحقيقة كان معصب بصورة كبيرة جدا، ما أعرف شو اللي صار ما بينه وما بين عبد الملك الخيبري، لكن ردة فعل رادوي كانت قوية وكانت عنيفة، ولولا تدخل ياسر القحطاني والعقلاء الحقيقة من جانب الطرفين وامساك لاعبي الفريقين لربما كانت الأمور قد يحدث فيها عراك في أرضية الملعب. حبايب العيناوية والشبابية حبايب، حتى في حالة الطرد يحدث